السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. أتمنى تكونوا بخير. معاكم ميس فاطمة. تعالوا يلا بينا نبدأ نحل تدريبات الدرس المشكلات الشائعة والحلول. طبعا الدرس ده كان بيتكلم على شويه مشاكل بتقابلنا واحنا بنستخدم الجهاز بتاعنا وازاي نبدا ان احنا نحل المشكلات دي. اول حاجه او اول سؤال عندنا بيقول لك هنا تساعد ادوات التكنولوجيا المعلومات على البحث عن المعلومات على شبكه الانترنت. طبعا بتساعدنا ان احنا نستخدم الادوات التكنولوجيه دي، بتساعدنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا ندور على المعلومات بتاعتنا على الانترنت. طبعا الاجابه صحيحه. السؤال الثاني لحل المشكلات، مشكلة عطل الفأرة، الماوس بتاعنا مش شغال، عطل الفأرة، تمام؟ يتم شراء لوحة مفاتيح جديدة. طيب ايه العلاقة؟ ايه العلاقة أصلا ما بين إن الماوس مش شغال تقوم رايح تجيب كيبورد جديد؟ ايه العلاقة؟ أكيد طبعا ملوش علاقة، فالإجابة هتكون الإجابة خاطئة، تمام؟ طيب السؤال الثالث لحل مشكلة توقف الشاشة عن العرض، الشاشة بتاعتنا وقفت كده هنجت مش شغالة، تمام؟ يتم الضغط على المفاتيح Alt Control Delete معا لمدة قصيرة. طبعا الإجابة إجابة صحيحة. هندوس عليهم مع بعض، تمام؟ طيب السؤال الرابع أول شيء تفعله عندما تواجه مشكلة في الكمبيوتر هو الاتصال بشخص خبير. دي أول حاجة احنا قلناها في أي مشكلة، تتصل بشخص خبير على طول؟ أكيد طبعا لأ، أنت طبعا هتروح تجرب بقى الحلول اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام؟ تجرب طبعا إن أنت تقفل الجهاز وتفتحه تاني، تجرب إن أنت تشوف تحديث لو أنت مثلا مشكلة في الأبلكيشن مش شغال، إن أنت تعمل إيه؟ تروح تتأكد من تحديث الأبلكيشن دوت، تمام؟ طيب ممكن لو هو لسه مش شغال فتجرب إن أنت تعمل إيه؟ تجرب إن أنت مثلا تمسحه وتنزله تاني. لو ما لقيتش بقى حل لكل ده تروح بقى تتكلم مع شخص خبير، ده اخر حل، ان دوت بالنسبه لنا مش اول حل احنا بنعمله، فبتروح تجرب تشوف الحاجه بنفسك. طبعا الاجابه خاطئه، دوت مش اول حل بالنسبه لنا، ده اخر حل، تمام؟ رقم 5 بيقول لك هنا إعادة تشغيل جهاز يساعد على حل بعض المشكلات. طبعا احنا أي مشكلة يحصل في الجهاز بتاعنا أو معظم المشاكل كنا نجرب إن احنا نعمل إيه؟ نقفل الجهاز ونفتحه تاني، صح كده؟ طبعا إعادة تشغيل الجهاز طبعا ده حل من الحلول اللي بتحل معظم المشاكل، فالإجابة إجابة صحيحة. طيب تعالوا نخش كده في أسئلة الاختيارات. بيقول لك هنا في السؤال ده بيقول لك هنا إيه؟ عندما تتعثر في حل بعض المشكلات فعليك ترك المشكلة، فصل التوصيلات، حذف المستندات، الاستعانة بمعلمك. طيب لما تتعثر خلاص والدنيا باظت معاك تعمل ايه؟ تسيب بقى المشكلة زي ما هي؟ أكيد طبعا لا، تمام؟ هتفصل فصل التوصيلات، تفصل بقى كل حاجة، ولا تعمل حذف المستندات؟ طبعا ده مش حل بالنسبة لنا، طبعا الاستعانة بمعلمك، تمام؟ السؤال الثاني بيقول لك هنا احد الحلول المقترحه لحل المشكله عدم التمكن من الكتابه باستخدام لوحه المفاتيح. مشكله ان انت جيت تكتب باستخدام لوحه المفاتيح مش شغاله معاك، هتعمل ايه؟ اول حاجه هتحذف بعض المستندات، حذف التطبيق، التاكد من توصيل كابل لوحه المفاتيح، اعاده تشغيل الجهاز. طبعا احد الحلول ان انت تعمل ايه لحل مشكله عدم التمكن من الكتابه باستخدام لوحه المفاتيح؟ تتاكد من توصيل كابل لوحه المفاتيح. هتروح تتاكد من ايه؟ من كابل لوحه المفاتيح، تمام؟ طيب السؤال الثالث للبحث عن صورة ما في الكمبيوتر تبحث في مجلد لما بدور على صورة. اتفقت معاكم في الحتة دي لما بدور على ملف، لو بدور على ملف من انترنت فبروح ادور في ملف الايه؟ الداونلود او المجلد التنزيلات. لو بدور على ملف من ملفات البرنامج مايكروسوفت وورد بروح ادور في مستند في مجلد المستندات او الدوكيومنتس. لو انا بدور على صورة فبروح ادور في ملف الصور او بيكتشر. لو ممكن ان انا استغنى عن كل
كده او ان انا استخدم صندوق البحث اللي هو السيرش بوكس. جميل؟ فانا لو بدور على صوره فبدور في مستند او مجلد الصور ولا المستندات ولا الافلام ولا الالعاب؟ طبعا الصور. طيب هنا بيقول لنا قرر ما هي المشكلات بالاستناد الى الحلول المعروضه. دلوقتي بيقول لك اضغط على زر كنترول والت وديليت. ها ديت توقف الشاشه كانت المشكله الشاشه مش شغاله اصلا، توقف الشاشه تمام عن عرض المعلومات. طيب السؤال بعد كده البحث بواسطه صندوق البحث تمام سيرش بوكس الموجود اسفل الشاشه الى يمين شعار الويندوز. طبعا المشكله دي كنا بنحل المشكله كان الحل ده مشكله ان احنا ملف لو احنا مش لاقيين ملف معين فاحنا بنستخدم بنستخدم طريقه السيرش بوكس او صندوق البحث. اعد تشغيل الجهاز وحاول ان تفتح التطبيق من جديد. ان احنا بنقفل الجهاز بتاعنا ونحاول نفتحه من جديد اللي هو طريقه كانت طبعا الطريقه ديت في اول مشكله معانا اللي هي تطبيق طبعا المشكله ديت طبعا او اعاده تشغيل الجهاز ديت ممكن اللي هي كانت حل برضه كذا مشكله، تطبيق لا يعمل او اللي ممكن برضه ان تفتح او تحاول ان انت تفتح التطبيق. طبعا هنا حدد لك اعاده تشغيل الجهاز تمام وحاول ان تفتح التطبيق من جديد، فطبعا التطبيق لا يعمل، التطبيق اصلا مش يفتح معاك تمام. امسح التطبيق واعد تثبيته. السؤال بعد كده امسح التطبيق واعد تثبيته نفس المشكله. تمام يا شباب؟ طيب يلا بينا يا شباب نحل السؤال اللي بعد كده. بيقول لنا هنا اذا كنت تبحث عن ملف ما فعليك البحث في مجلد طبعا مجلد المستندات. يتم توصيل لوحة المفاتيح فيه طبعا بنوصلها باللوحة الأم. بجهاز الكمبيوتر. طبعا تحديث البرامج يفضل بقى؟ ان احنا طبعا نعمل اعادة تشغيل الجهاز. وبكده نكون خلصنا اسئلة الدرس. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا وشكرا جدا ليكم.